السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوف القناة يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان نصلك كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب العالمين. يمكن النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم. الموضوع ده جالي في التعليقات كتير جدا بالنسبة لاختبار الحمل. بس قبل ما ابدا طبعا عايزة كلكم تصلوا على رسول الله وتذكروا الله وتكتبوا اي حاجة في التعليقات فيها ذكر الله. قالها بذكر الله لتطمئن القلوب وعشان القعدة بتاعتنا ناخده فيها حسنات ان شاء الله بإذن ربنا. في بنات كلمتني قالت لي انا بشوف خط خفيف في اختبار الحمل. طبعا زي ما انتم شايفين كده في بنوته مصورالي وبالكشاف كمان وجايبالي على خط خفيف جدا جدا، بتقولي هو ده حمل ولا لا. تمام. دايما لما انا بقول لكم الخط الخفيف في اختبار الحمل بيكون حمل، مش قصدي على الخط ده. بصوا الخط اللي انتوا شايفينه اللي هي مصورهولي ده خط الاختبار نفسه، يعني ده خط في الاختبار نفسه، ده مش حمل. الخط بتاع الحمل ما بيبقاش كده، بيبقى خط خفيف بس ما بيبقاش بالشكل ده. الخط الخفيف اللي انا اقصده او اللي بيدل على الحمل ما بيكونش الخط اللي هو الشفاف. الخط الشفاف ده لو انتي جبتي الاختبار وجيتي بصيتي على الاختبار اول ما جبتيه هتلاقي اصلا في الخط ده. تمام. وبعدين الخط ما بيبانش اما تبيني كشاف ولا ان انت مثلا تدققي، هو بيبقى باين طبيعي من غير ما انت مثلا تدققي في الاختبار ولا حاجه. بس بيبقى خط مش احمر غامق، مش زي لون النبيتي، لا بيبقى لونه زي البامبي، لونه بامبي كده، ده بيدل على الحمل. لكن خط الاختبار اللي هو الخط الشفاف ده مش حمل ولا له علاقه بحمل نهائي. طيب في ناس قالت لي لما جبت الاختبار لقيت ان هو عطاني كده لون حمار كده، يعني لونه محمر او لونه احمر كده، ومش عاطيني نتيجة اللي هي تكون واضحة. هو ايه السبب في كده؟ في بنات كتير قالت لي كده. السبب في كده ان التست بيبقى بايظ. يعني انت لو جبتي اختبار الحمل وجيتي عملتيه ولقيتي ان هو ملخبط معاكي او مخربط معاكي كده، ده بيبقى تيست بايظ على طول، يعني ده مش حمل، ده التيست خربان او التيست بايظ، وده طبعا بيكون مش هيديكي نتيجة صحيحة. ويفضل ان انت تجيبي اختبار بقى تاني جديد وتعملي اختبار في الدم. ده لو اعطاكي لون احمر كده او الاختبار نفسه حسيتيني مش مظبوط او انت مش فاهمه منه حاجه، مخربط كده. طيب لو انا بقى جيت اعطاني خط بعد ربع ساعه من اختبار الحمل، يعني جيت عملت الاختبار ما اعطانيش حاجه، جيت بعدها بربع ساعه ببص لقيت فيه خط تاني، انا اخد بالنتيجه دي وهل ده بيكون حمل ولا لا؟ بصوا ده بيكون خط اسمه خط تبخر الماء. خط تبخر الماء يعني انتي خلاص سبتيه، تمام، فبتبدأ ان طبعا الخط ده يظهر مش خط حمل، ده اسمه خط تبخر الماء. الخط ده ما بيكونش ليه اي علاقة بالحمل نهائي، يعني هو مش حمل. تمام. ده بيكون بس عشان سبتيه فترة، وده حصل معايا انا شخصيا في فترة. جيت فعلا جيت عملت الاختبار ده وسبته. تمام. وجيت بعدها بربع ساعة ببص عليه لقيت ان في خط تاني، فده ملهوش اي علاقة بالحمل نهائي ولا بيدل على حمل. ده بيكون خط بيدل ان يعني مكان البول بيبدأ ان يتبخر، فبيبدأ ان يحصل لك الخط اللي هو اسمه تبخر الماء، فبيكون ملوش علاقة بالحمل. الخط اللي هيظهر لك ويدل على الحمل يا اما بيكون خط لونه واضح جدا نبيتي، بيكون عند حرف السي وحرف التي الاتنين خطين وخطين واضحين ولونهم نبيتي او لونهم احمر غامق، او بيكون خط بامبي لون وردي او بامبي والخط التاني غامق وتقيل. تمام. دول اللي بيدلوا على الحمل. طيب في ناس بتقولي طب انا عملت الاختبار بعدها بدقيقة راح ظهر لي، لو بعدها بدقيقة ماشي، لكن بعدها بربع ساعة دي ما بتاخديش بالنتيجة، لان انت بتاخدي بالنتيجة من دقيقة لدقيقتين. تمام. وطبعا لو انت حصل حمل بيظهر لك على طول، يعني مجرد بس ما البول يمشي في الاختبار تلاقي سبحان الله ظهر لك على طول الخط، وده بيدل على الحمل. لكن طبعا لو ما ظهرش على طول، لو الخط ما ظهرش على طول ده بيكون
ان شاء الله باذن ربنا ما بيكونش في حمل، وربنا طبعا يكرمكم جميعا الذريه الصالحه يا رب العالمين. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. الحاجه اللي بعد كده يا بنات، ان انت لو انت جيتي عايزه تعرفي نوع الجنين بقى من الاختبار. يعني لو حد عمل الاختبار ده وعايزه تعرفي هي حامل في ولد، انا حامل في بنت، يا ترى طب نوع الجنين ايه، طب انا حامل في ايه، هو ده بقى اللي انا هقولهولك. لو انت عايزه تعرفي نوع الجنين عن طريق اختبار الحمل، بتبصي للخط بتاع الاختبار اللي ظهر لك وانت حامل. تمام، يعني بتبصي للخط، لو لقيتي الخطين تقال جدا وواضحين، يعني الخط ده تقيل والخط ده تقيل وواضحين وتقال، اعرفي على طول ان انت حامل في بنوته. ليه بقى؟ لان هرمون الحمل بيكون عالي والهرمون بيكون متركز، فما الهرمون بيكون عالي ومتركز اعرفي ان انت حاملك في بنت. طيب لو لقيتي خط خفيف وخط تقيل، في خط خفيف وفي خط تقيل، ده بيكون حملك في ولد، لان الهرمون بيكون ضعيف فما بيبانش كويس قوي في البول، فبيكون حملك في ولد، بس بشرط تكوني عامله الاختبار اول ما تصحي من النوم. تكوني عامله الاختبار اول ما تصحي من النوم، لان وقتها طبعا بيكون اللي بقالك فتره ما حصلش تبول، فالهرمون بيكون متركز كويس قوي في البول، فبتبدا يظهر لك يا اما خط تقيل وخط خفيف، يا اما خطين تقال، وده بتقدر تعرفي منها نوع الجنين ولد ولا بنت طبعا وانتي حامل. يبقى احنا زي ما قلت لك ما تاخديش بالنتيجه بعد ربع ساعه، ما باخدش بنتيجه الاختبار بعد ربع ساعه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الخط اللي هو الشفاف ده ما بيكونش حمل، ده خط الاختبار نفسه. الخط اللي انا اقصده ان هو بيكون الخط اللي هو البامبي، ده اللي بيدل على الحمل. لو الخط خفيف ولد ان شاء الله، لو الخط تقيل بنت. النتيجه بتاخديها خلال دقيقه او دقيقتين بالكتير وانت واقفه. بعد كده ما تبدأيش تبصي على النتيجة، لو لقيتي الاختبار بيديكي حاجة كده مخربطة او انتي مش مفهومة او لون حمار كده لون احمر، بيكون الاختبار بايظ، ما بيكونش انتي تاخدي بالنتيجة بتاعته. تعملي الاختبار بتاع الحمل معاكي قبل ميعاد الدورة بيوم لو انتي مستعجلة، او يوم غياب الدورة الشهرية، يا قبل ميعاد الدورة بيوم يا يوم غياب الدورة الشهرية. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده وانهيته، يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون قدرت اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتم بتحبوها، احلى واغلى اخوات ليا في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.